مشاهدينا الكرام، حياكم الله مع حلقة جديدة إن شاء الله تعالى على الهواء مباشرة من مدينة كيبيك. أجواء باردة جدا جدا، درجة الحرارة الدنيا يعني ناقص 16، الغاسونتي بالخارج ناقص 20. صراحة هناك عاصفة كما ترون الزجاج، يعني كي أخذ الفيديو على المناظر يعني لا زال متجمد، يحتاج يعني دقيقة أو دقيقتين حتى يتجمد. مدينة كيبيك مدينة باردة جدا جدا، وليس فقط مدينة كيبيك بل يعني هناك بعض المدن في شمال كندا هي أبرد من مدينة كيبيك. وكما ترون في الأخبار هناك عواصف خطيرة جدا تمر هذه السنة خاصة في الشمال. فهناك بعض المدن يعني هناك حالات إنذارية للناس ممنوع الخروج إلا لضرورة. لماذا؟ لأنه لا قدر الله خرج إنسان، يعني هناك درجة الحرارة ناقص 40 في تلك المناطق. إذا لا قدر الله وخرج الإنسان إلى الشارع يعني وقع له أومبان في الطريق، أو يعني السيارة يعني لم تعد تشتغل، فقد يموت قبل أن يصل إليه يعني الإسعاف أو رجال الإنقاذ. لهذا فهم يحذرون الناس من عدم الخروج إلا لضرورة في تلك الحالات. والناس هنا يعني بما أن يعني ولدت هنا وعاشت في هذا الجو، فهم يعرفون هذه المخاطر، يحتاطون ويأخذون الحيطة والحذر أيضا. يعني معروف أن الكنديون يراقبون النشرة الجوية كل صباح عندما يستيقظون قبل الخروج كي يروا يعني ما الخطر وما هو القادم، يعني وكيف هي الأجواء في الخارج. فكما ترون الحياة في كندا ليست سهلة جدا جدا. لماذا؟ كنا نتحدث ونقول الجالية في كندا يعني جالية فقيرة، ماشي فقيرة من حيث العيش يعني كما كنهضروا على الدول العالم الثالث، لا، فقيرة من حيث الجيب، يعني غنية من حيث البطن واللباس. لأن ما يمكنش ناقص 40 وناقص 20 وناقص 26 غتجو غتعيش فيها بالكلمة، ولا غادي تعيش فيها بالخبز وأتاي، ولا غتعيش فيها بالبيض في الزيت ولا كذا، ولا يعني هذا مستحيل، ما يمكنش. فهنا الحياة يعني الليطة ديال الحياة يجب أن تكون كما هي عندهم. وهم الكنديون يعني لو لم تكن يعني هذه التقويمات وهذه العناية يعني بالبشر هكذا، يعني ما يقدوش يعيشوا هنايا، لكانوا هم أيضا يعني هاجروا من هذه الأرض ويعني تم إفراغها وبقات ورق، يعني حبر على ورق، حتى واحد ما يجلس هنايا. لماذا العرب يعني عندما يعني يصلون إلى كندا أو بعض الجاليات الفقيرة يقدمون على عمل أنهم لا يريدون العودة إلى بلدانهم، بل يعني يقدر إنسان يعني هناك دول كثيرة يعني تدير طلب أنه تيجي السيد تيدير أنه ريفيجي بغا يبقى هنا إلى الأبد. لماذا؟ يعني لا ننسوا أن الإنسان ملي تيكون محروم من واحد الحاجة فأول مرة كيوصل ليها ولا كيوجدها ما تيبقاش يقد يفقدها، سبحان الله. يعني بما أن واحد يعني كبر في الجوع ولا كبر في الفقر ولا كبر في كذا، فتيخرج من تلك الأرض التي يعني ما قدمت له شيء ويصل إلى أرض أحلامه اللي تيبدي يشوف فيها يعني الصناعات وكذا والحضارة إلى آخره، فما تيبقاش يبغي يخرج من هذه الأرض. هو إن جلس هنا للأبد يعني بقرار ريفيجي ولا يعني منتظر وكذا، القرار سيندم عليه من بعد، هذا لا محال سيكون الندم. لماذا؟ لأن 4 سنوات 5 سنوات من هذه الرفاهية ستمل، لأن النفس هكذا. والله الذي لا رب سواه، أناس هنا في كندا يعني لديهم سنين من العمل هنا، والله لو عرضت عليهم بعض الوظائف الآن في المغرب لا عادوا إلى المغرب ولا سمحوا في كل هذا الذي يعني يراه الجديد الداخل الواصل إلى هنا، يعني شيء عظيم. والنفس هكذا سبحان الله، يعني النفس
أي حاجة جديدة كتبغيها، دار جديدة تبغيها، دولة جديدة تبغيها، حياة جديدة تبغيها. النفس هكذا دائما تريد الجديد، وكلما وضعتها في ذاك الجديد تتمل وما تتبقاش صافي. لهذا الإنسان على سبحان الله يعني علاش يقول لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني إذا ما دخل ابن آدم التراب ما يقنعش. فالإنسان هكذا سبحان الله، يعني هذه طبيعته، هكذا خلقه الله، دائما يريد الجديد والمزيد. فلهذا الناس يعني تتريث قليلا وتترجل. الآن بدأت الصورة تظهر قليلا صراحة، سيبدأ يظهر لكم كيف هي الأجواء، يعني برد ساقع جدا جدا، ويعني ثلوج خفيفة لكن معها برد قوي، يعني يلعب بتلك الثلوج يمينا وشمالا. أنا لماذا أقول هذا؟ أقول هذا يعني حتى لا تقع الناس في بعض الأخطاء القاتلة التي تندم عليها يعني مستقبلا. وكندا صراحة يعني عندها واحد البروغرام صعيب جدا جدا. يعني تخيل معايا باش راك تخرج لاغوت غير في كندا كم تحتاج من العمل، يعني تحتاج أنك تخدم واحد السنين. هم يعني الكنديون الذين يعملون يعني منذ الصغر، التقاعد يعني محسوب لهم في 65 سنة أو 66 أو 67. هذا الكندي الذي ولد هنا وبدأ العمل يعني منذ 22 عام ولا 30 عام ولا 28 عام ولا. فما بالك بذاك الأجنبي الذي يعني أتى إلى كندا وفي عمره 40 سنة أو 45 سنة؟ متى سيصل التقاعد هذا؟ يعني المسألة هنا واضحة، لا تقاعد. يعني الناس اللي كتجي في سن متأخر يعني 40 عام و45 عام و46 عام، هذا لا ما عندوش تقاعد هنا، بل سيضرب يعني غيبقى مسكين خدام هنايا حتى الأخير. ولا تلا قد يخدم هنا غيخدم، ما تلاش قد يخدم غيقدر يبقى ياخد داك الشوماج ويعيش فيه وصافي. ولا إلا كبروا شي وليدات هنايا وتحركوا شوية غتوليو يصرفوا عليه. والناس على اختلاف يعني تتسلك مسالك كثيرة في هذا الباب هذا. لهذا صراحة يعني أنا نصيحتي للناس التي لديها وظائف يعني أن تحسب الحساب جيدا قبل أن تخطو أي خطوة. فأي خطوة تحسب عليك في هذا البلد. وحياك الله.